مخبوزات لسه طالعة من الفرن طازة ونزل عليها شوية سكر بني سايح ومكرمل، وعليهم طبقة جليز أبيض سايح على الجناب من كل حتة. أهلا بيك في عالم السينابون، الأكلة اللي قلبت دماغ العالم. السينابون بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي ده اتولد في أمريكا سنة 1985 في مدينة سياتل، ومن هناك فتحوا أول فرع في مول بسيط، والريحة صراحة كانت إعلان لوحدها، وبقى فيه فروع في كل حتة لحد السينابون ما بقى أيقونة. لكن لو هنرجع بقى لورا شوية هنلاقي إن السينابون أصلًا مش أصله أمريكي، لا والله ده أصله سويدي. السويد كانت أول بلد تلِف العجينة بالقرفة وياكلوها مع القهوة في فطارهم، وكانوا بيقدّسوها جدًا لدرجة إن هم عملوا لها عيد كل يوم 4 أكتوبر، لحد الأمريكان ما خدوا الفكرة وزوّدوا لها سُكّر وتُقل وسحر تاني الصراحة. والسينابون بقى أول ما بيطلع ويتعمل كده بنحط عليه الجليز الأمريكي، وساعات نحط عليه عين جمل أو نوتيلا أو حتى كراميل، بس دايمًا بيفضل السينابون الأصلي هو البطل. دي مش مجرد حاجة حلوة، دي أكلة فيها دفى وفيها طراوة وفيها لحظة نسيان العالم وأنت بتاكلها. كل لفة من السينابون فيها قصة، فيها قصة ريحتها حلوة خدتك على غفلة وقلبت يومك. هنا في الأكلة وما فيها كل حاجة طعمها حلو وراها حكاية. لو عجبتكم القصة اعمل سبسكرايب عشان لسه عندنا لفات تانية كتير وريحة السينابون لسه طالعة.